قرضاوي الآخر فتوى طلعها قال المشاركة في الانتخابات الرئاسية ديت حرام، وانه محدش يشارك ومحدش يخرج، لان البلد بقت علمانية وبقت بلد الراقصات وبقت العسكر وبقى الناس اللي بيقتلهم بولادنا واخواتنا والكلام الهجص العبيط اللي بيتقال دايما ده. انا بقى هبدأ من الاول خالص عشان نشوف الناس دي ازاي بتلعب بالدين، دين ربنا عز وجل ازاي هم بيلعبوا بيه. وعلى فكرة تشابه واضح جدا. انا هعمل حلقة مخصوص هجيب لكم فيها اوصاف اليهود في القرآن والسنة، وهكلمكم عن اليهود. ربنا قال عنهم ايه في القرآن والسنة؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن بعض مواضعه او عن مواضعه. هجيب لكم كده القرآن اتكلم عنهم ازاي، وصفهم بايه، وهتلاقوا نفسكم كأن القرآن بيتكلم عن الإخوان مش عن اليهود. نفس الصفات بالظبط، الكذب، المراوغة، نقض العهد، التجارة بالدين. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. كل هذه الادعاءات الكاذبة اللي بتعملها اليهود، وإن احنا شعب الله المختار، وإن احنا مع كل ده كأنه نازل في الإخوان مش في اليهود. سبحان الله، رغم أنه نازل في اليهود لكن ثمة شبه عظيمة جدا بين أوصاف الإخوان في القرآن والسنة وبين أوصاف اليهود وبين أوصاف الإخوان اللي احنا شايفينهم النهاردة. عشان كده بقول لكم والله بإذن الله، يعني إن شاء الله، مش عاوز أتأله على الله، إن شاء الله زي ما ربنا توه بني إسرائيل 40 سنة توههم في الأرض، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. إن شاء الله الإخوان هيتوهوا في الأرض 40 سنة، ده أقل حاجة، لأن هم زيهم بالظبط، تجارة بالدين. ربنا نجاهم عبدوا العجل اليهود، بعد ما ربنا عز وجل نجاهم مع موسى كده عبدوا العجل. أهو الإخوان كده ربنا نجاهم، طلعهم من السجون ومن المعتقلات ووصلهم للقصر الجمهوري، مش بقى قالوا ربنا وعبدوا الله عز وجل ونفذوا أمر الله في الأرض، لا عبدوا العجل برضه، بس العجل اللي اسمه إيه؟ اللي اسمه الجماعة. مفيش فرق. اليهود عبدوا العجل بعد ما ربنا نجاهم مع موسى عليه السلام، والإخوان عبدوا العجل اللي هي الجماعة بتاعتهم بعد ما ربنا نجاهم وطلعهم من السجون وطلعهم من المعتقلات ووصلهم للقصر الجمهوري كمان. يا إخواننا هنتكلم في ده كله. تعالوا نبدأ من الأول نشوف التجارة بالدين. التجارة بالدين